مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بقناتي أكلة أونلاين. اليوم الفيديو كيكة إسفنجية، بس هي المرة باستخدام محسن. بس هي أضبط طريقة شفتها لحد الآن. طلبت مني كتير من صبايا. المحسن بساعد الكيكة تضل طرية وما تبيت بسرعة، يعني ممكن تضل 10 أيام بالبراد وتضل تازة. وفي نفس الوقت بيعمل مسام الكيكة بتكون ناعمة، وأكثر المحلات الجاهز بتستعمله. المقادير: 6 بيضات، معلقة كبيرة محسن من هاي النوعية اللي شايفينها، كاسين كبار طحين منخولين، معلقة كبيرة خل، معلقة كبيرة نشا، ذرة فانيليا وذرة بيكنج باودر، نص كوب ماء، كوب سكر. حطيت السكر فوق البيض مع معلقة الخل، طبعا بإمكانكم تستعملوا أي خل، أنا استعملت خل أبيض، معلقة محسن وظرف الفانيليا، وشغلت الخلاط على سرعة عالية. بياكل وقت كتير بسيط، بسرعة بينفش وبيصير جاهز. حطيت المواد الجافة مع بعض، الطحين والبيكنج باودر والنشا، خلطتهم مع بعض. صار الخليط جاهز مثل ما انكم شايفين، ارتفع ضاعف حجمه تقريبا شي 3 مرات، صار لونه أبيض. ضفت الطحين على دفعات مع المي. بدي أشغل الخلاط على سرعة عالية ليختفي الطحين. صار المزيج جاهز. بدي أصبه بصينيتين مقاسهم 30 ب40، بطنتهم بورقة زبدة، حطيتهم بالرف الوسط على درجة حرارة 200 لمدة ربع ساعة. ونشغل ممكن آخر 5 دقايق مشان يحمر الوش من فوق. أما اللي بدها تصبه بقالب مدور فبدها تحطه كمان بالرف الوسط لمدة نص ساعة، ممكن حتى 45 دقيقة ياكل وقت، وتشغلي عليه من فوق. هاي صارت الصينية جاهزة. طلعت الصينية الأولى والصينية الثانية وقطعتهم بالنص، صارت عندي كيكة أبعادها 26 في 20 سنتي. بعد ما حشيتها كريمة صارت تقريبا ارتفاعها 12 سنتي، يعني كمية البيض البسيطة هاي عملت لي كيكة ل15 شخص. اللي حابب يستعمل المحسن أنا بنصحه بهي الطريقة، جربت كتير طرق، هاي أضبط طريقة، بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم. لا تنسوا تعملوا لايك واشتراك بقناتي، وتزوروا صفحتي على الفيسبوك ليليان كيك ليصلكم كل جديد. باي باي.